بكالوريا او ثانويه عامه مش هتفرق كتير، المهم ان الكيمستري هي وانا كلامي هنا لطالب تانية ثانوي، وانا معاك دلوقتي علشان اعرض لك منهج الترم الاولاني هيكون عباره عن ايه. ركز معايا علشان تعرف منهجك. في الترم الاولاني انت بالظبط عندك 3 شابترز، وده عدد بسيط جدا تقدر من خلاله تتاسس كويس جدا في الكيمستري. تعالى اقول لك شابتر 1 عباره عن ايه. شابتر 1 اسمه كيميكال كالكوليشن او الحساب الكيميائي، وهعرفك دلوقتي هو عباره عن ايه. شابتر 2 وده هتتعلم فيه الاتوميك ستراكشر، تركيب الاتوم وازاي وصلت للشكل اللي احنا فيه ده دلوقتي. واخيرا شابتر 3 واللي هنتكلم فيه عن البريودك تيبل. فاكره ده هو مكان جمعنا فيه كل الاليمنتس اللي موجوده النيتشر، وهنبتدي نعمل لهم كلاسيفيكيشن كمان ما بين ميتالز والنون ميتالز وحاجات ثانيه كتير. تعالى ندخل على شابتر 1 اللي بيتكلم عن الكيميكال كالكوليشن. عندي كونسبت جديد جدا لازم تكون عارفه واول مره تسمع عنه اعتقد، واسمه مول. يا ترى ايه هو المول ده؟ انت فاكر جدا يعني ايه كيميكال ايكويشن؟ مش فاكر؟ مش مهم. بص الكيميكال ايكويشن اللي قدامك دي عباره عن الكيميكال ايكويشن للووتر فورميشن، عباره عن المعادله اللي كونت الميه، ودي عباره عن 2H2 اتفاعلت مع 1O2 علشان تطلع لي 2H2O. لو شغلت دماغك شويه وسالت نفسك سؤال، ازاي اعمل اكسبريشن للارقام اللي قبل الموليكيولز اللي قدامي؟ الرقم اللي قبل الاتش 2 اللي هو 2، الرقم ده اكسبريسد ايه؟ يا ترى جرام ولا 2 من الاتش 2 ولا ايه بالظبط؟ والرقم اللي قبل الاكسجين اللي هو 1 اللي احنا اصلا ما كتبناهوش هيبقى اسمه 1 ايه؟ 1 جرام ولا 1 او 2؟ يعني عندي وحده او 2. وكذلك الرقم اللي قبل الووتر في عندي 2 اتش 2 او، الرقم 2 ده بيعبر لي عن ايه برضو؟ بمنتهى البساطه هو ده المول. الرقم اللي قبل السبستانس بنعبر عنه بحاجه اسمها مول. طيب المول ده ممكن عباره عن ايه؟ يعني هتفرق قوي يا مستر ان لما اقول معايا 1H2 غير لما اقول 1 مول H2؟ تفرق كتير جدا. لو قلت لك 1H2 يبقى انت معاك واحده بس H2. لو قلت لك 1 مول H2 انت معاك عدد كبير جدا من ال H2. تخيل الرقم ده قدر يستنتجه عالم اسمه افوجادرو، وكانت قيمته 6.02 تايمز 10 باور 23. مش قادر تقرا الرقم من كبره، الرقم كبير جدا. طب لسه مش مستوعب؟ الموبايل اللي انت بتشوفني منه دلوقتي او الشاشه اللي انت بتشوفني منها، هنفترض ان هي الهيدروجين. لو قلت لك معاك 1 موبايل غير لما اقول لك معاك 1 مول موبايل. 1 موبايل يبقى هو واحد موبايل، 1 مول من الموبايل يبقى هو واحد في 6.02 تايمز 10 باور 23، يبقى 1 مول. ارقام كتيره جدا. اذا لما اقول 1 مول هيدروجين جه في دماغك ايه؟ انها واحده H2 ولا كتير جدا من ال H2 قيمتها 6.02 تايمز 10 باور 23؟ بالظبط كده. طيب شغل دماغك اكتر، لو بقت 2 مولز هنحسبها ازاي؟ يبقى 2 تايمز الرقم اللي جابه الراجل مين؟ الراجل افوجادرو. ده بمنتهى البساطه علشان تفهم الارقام اللي بيفور الرياكتنس وبيفور البرودكتس في الكيميكال ايكويشن، واللي بنطلق عليها كونسبت ايه؟ مول. ده بمنتهى البساطه. في شابتر 1 اللي بيتكلم عن الكيميكال كالكوليشن هعلمك ازاي بقى تجيب تعبر عن المول ده كمان بحاجه ثانيه، وهي انك تتعامل معاه على انه ماس، على انه جرامز. وهنا بكلمك عن حاجه اسمها مولر ماس او موليكولار ماس. ايه ده يا مستر؟ هو انا ممكن اتعامل مع الرقم ده بالجرامز؟ ستوب، ثانيه واحده. مش هينفع اقول 1H2 يعني 1 جرام، مش هينفع احسبها كده. ليها حسبه وبسيطه جدا، بشرط يكون معاك الاتوميك ماس للهيدروجين. ايه الاتوميك ماس ده يا مستر؟ ياه الموضوع بيوسع. لو معاك اي اتوم اكس زي كده تحتيها رقم وفوقيها رقم، الرقم اللي تحتيها بنسميه اتوميك نمبر، وده اكسبريسد النمبر اوف بروتونز. والرقم اللي فوقيها ده بنسميه ماس نمبر، اهو الرقم اللي فوق ده انا محتاجه. طيب ولو نفترض مثلا ان انا بتكلم عن الاكسجين كاتوم، الرقم اللي تحتيها اسمه اتوميك نمبر بكام؟ 8، والرقم اللي فوقيها 16، ده الماس نمبر. اذا لما اجي اتعامل مع المولر ماس للاكسجين هاخد الرقم اللي فوق مش اللي تحت. تمام؟ ما تنساش انا بلخص لك وبوضح لك المنهج عباره عن ايه.
طيب لو انا معايا 1 مول O2 يعني معايا مول من ال O2 احسبها ازاي؟ تاخد ال 1 مول تايمز عدد الاتومز اللي تحتيها 2 تايمز الاتوميك ماس بتاعت مين؟ الواحده فيهم، يبقى 1 تايمز 2 تايمز 16 تطلع كام؟ 32. ايوه جرامز. يبقى ال 1 مول من ال O2 في 6.02 تايمز 10 باور 23 O2 بيساوي 32 جرام. ايه ده؟ يعني لو معايا 32 جرام من الاكسجين جايبهم كده في انبوبه، تمام؟ هيعادل وزنه 32 جرام ده جواهم عدد ثابت من الاوتو، ايوه اللي هو مين؟ افوجادروز نمبر. طيب ده باختصار يعني ايه مول ويعني ايه مولر ماس، وانا تعمدت ان انا اطول الحته دي علشان تفهم يعني ايه كيميكال كالكوليشن اللي هتحتاجه بعد كده. بعد كده هكلمك عن المول وعلاقته بالماس اوف سبستانس. لنفترض ان انا معايا كميه بالجرامز من ماده معينه، معايا مثلا وليكن 150 جرام من الصوديوم، عايز اعرف يعبروا لي عن كام مول بالظبط. ساعتها بقى هعرفك العلاقه ما بين الماس والمولر ماس بتاع السبستانس علشان تقدر تجيب النمبر اوف مولز. كمان هعرفك علاقه المول بعدد الموليكيولز جوه السبستانس وعدد الاتومز وعدد الايونز. كمان هعرفك المول وعلاقته بالفوليوم اوف جاس. وما تستعجلش على الكونسبتس الكتيره اللي انا بقولها في نص الكلام علشان احنا مش بنشرح حصه، احنا بنعرض المنهج هنتكلم فيه عن ايه في كل شابتر. علاقه المول والفوليوم اوف جاس، عايز جاس، اكسجين جاس، نيتروجين جاس، هيدروجين جاس، كلوراين جاس، ووتر فيبر جاس برضو، فكل دي جاسز اقدر اتعامل معاها معامله المول زي ما كنت بتعامل في المعادله من شويه. ايوه اذا كان اصلا الايكويشن اللي انت شفتها من شويه كانت كلها عباره عن جاسز، تمام؟ فاقدر احدد المول من الجاس يوكيوباي فوليوم قد ايه at standard temperature pressure او at room temperature. خلينا نعرف ده برضو من خلال منهجنا. في شابتر 1 برضو هكلمك عن حاجه اسمها limiting factor of reaction او limiting reactant. ايه الليميتنج رياكتنت ده؟ ويعني ايه هو يعني ايه اصلا كيميكال رياكشن؟ لما نيجي نعمل كيميكال رياكشن هنحط حاجه على حاجه عشان نطلع حاجه جديده، ده بنسميه كيميكال رياكشن. لنفترض ان معايا حاجه اسمها اكس هتتفاعل مع حاجه اسمها واي عشان يطلعوا لي نيو برودكت اسمه دبليو. فهنا لو قلت لك ان معايا كميه من الاكس هتتفاعل مع كميه من الواي علشان تطلع الدبليو، وكانت كميه الاكس اقل من كميه الدبليو، مين في الاكس او الواي اللي هيقرر ان الرياكشن ينتهي؟ مين اللي يخلص الاول؟ اللي كميته كبيره ولا اللي كميته قليله؟ بالظبط كده، اللي كميته قليله. بمجرد ما هينتهي التفاعل هيتوقف حتى لو معايا من السبستانس واي كميه اكبر. على سبيل المثال لو قررنا نعمل شاي وبالظبط هنعمل 3 كوبايات من الشاي بمعدل معلقه شاي بودر مع معلقه سكر بودر في قلب كوبايه شاي، وهنعمل ال3 كوبايات. انا كده علشان اعمل 3 كوبايات من الشاي محتاج 3 معالق من الشاي بودر مع 3 معالق من السكر بودر، ده توتالي. طيب لو افترضنا ان احنا معانا 3 معالق من الشاي كويس كده ومعانا 5 معالق من السكر، هنعمل كام معلقه او هنعمل كام كوبايه شاي؟ هنعمل 3 برضو. هناخد واحده من معلقه الشاي مع واحده من ال5 بتوع السكر وهنعمل اول كوبايه. هناخد كمان واحده من 3 معالق الشاي وبعدين نحطهم على معلقه سكر من ال5 فهنعمل كمان كوبايه. وهناخد المعلقه الشاي الاخيره من ال3 هنحط عليها معلقه سكر من ال5 وهنطلع الكوبايه الثالثه. تقدر تعمل عدد اكبر من كده من كوبايات الشاي؟ طبعا لا. هتقول لي ليه؟ اصل الشاي البودر خلص. كده اللي خلى الموضوع يتوقف هو انتهاء كميه الشاي البودر. طيب وكميه السكر لسه ما خلصتش، مش هتقدر تعمل ميه بسكر لان او مش ده الشاي، وبالتالي هنا الشاي هو بالنسبه لك limiting factor of reaction، هو ده اللي حدد انتهاء الايه؟ التفاعل. والكميه اللي فاضت من السكر دي بنسميها remaining amount من السكر، هنبقى نشوف لها صرفه لما نبقى نجيب شاي تاني هنبقى نستخدمها. ده باختصار يعني ايه limiting factor of reaction. في شابتر 1 هتتعلم كمان حاجه اسمها فورمولا. الفورمولا دي ممكن تجيبها بسيطه جدا فنسميها empirical فورمولا، او ممكن تجيب المضاعفات بتاعتها فتسميها molecular فورمولا. هعرفك الفرق بينها. لنفترض معاك سبستانس مثلا السيمبل بتاعها C6H6، 6 كربون و6 هيدروجين. اعمل سمبليفيكيشن كده للريشيو بين الكربون والهيدروجين هتوصل في النهايه ل CH. الCH الواحده بسميها امبيريكال فورمولا.
تمام. عندك منها كام علشان تحصل على C6H6؟ عندك منها 6 يونتس. تضرب الستة في السي اتش هتدي لك C6H6، وكده انت عرفت الريشيو او السمبلست ريشيو، بنسميها امبيريكال فورمولا. ولما تجيب اليونتس بتاعتها تضربها في الامبيريكال فورمولا تدي لك الموليكولار فورمولا كامله. ودي كده واحده من الطرق اللي بنقدر نحسب بيها الكيميكال فورمولا. واخيرا في شابتر 1 هتتعلم حاجه اسمها concentration of solution، التركيز بتاع السولوشنز او المحاليل. التركيز باختصار عباره عن ايه؟ عباره عن كميه الماده اللي انت هتدوبها في ميه. فمثلا لو عايز تدوب ملح في ميه، فانت هتروح تجيب معلقه ملح وتدوبها في الميه، بشرط ان الميه دي مثلا تكون لتر، والكميه اللي هتدوبها دي هتكون مول او هاف مول او 2 مولز وهكذا. فهنا بحولك لحاجه اسمها مولر كونسنتريشن. فده كده اسمه كونسنتريشن، هشرحه لك بالتفصيل. بعد كده هقول لك تخيل كده لو اخذنا المولر كونسنتريشن ده وزودنا عليه ميه، ايه اللي هيحصل؟ بنعمل حاجه اسمها دايليوشن. وده كده كان باختصار كل محتويات شابتر 1. تعالى بقى معايا اكلمك عن شابتر 2 اللي هنتكلم فيه عن الاتوميك ستراكشر. يعني ايه تركيب الذره؟ طبعا انت عارف ان الاتوم عباره عن ايه من اعدادي لو لسه فاكر، عباره عن نيوكليوس وحواليها definite allowed energy levels، وكنت بتوزع فيها الالكترونز. دي اعتقد اقصى حاجه كنت تعرفها. تعالى بقى اكلمك واحده واحده عن الهيستوري اوف اتوميك ستراكشر. الموضوع بدأ من زمان قوي، ولكن في منهجنا بدأ من عند عالم اسمه تومسون. الراجل ده بدأ يعمل تجارب علشان يقدر يعرفنا ايه هي الكومبوننتس بتاعه الاتوم، وعمل موديل سماه تومسون اتوميك موديل، وقدر من خلاله يكتشف النيجاتيف الكترونز جوه الاتوم. ده اول حاجه عملها الراجل ده، واثبت ان الاتوم جواها نيجاتيفلي تشارجد بارتكل، ولكن كان بيتصور ان الاتوم از ماربل، عامله زي البليه كده، وبتعتبر سوليد دينس او مقفوله من جواها، ولكن النيجاتيف متغلف عليها من الخارج. لحد ما جه بعديه عالم تاني اسمه راذرفورد، عمل اكسبيرمنت شهيره جدا، قدر من خلالها يكتشف النيوكليوس جوه الاتوم فيها بروتونز اللي هي البوزيتيف تشارج، وكمان اثبت للراجل تومسون اللي قبله ان الاتوم مش سوليد دنس، ده جواها فراغات بتوين الانرجي ليفلز. لحد ما جه بعديه عالم اسمه نيلز بور، وده كان تلميذ للعالم راذرفورد واللي كمل المسيره من بعده، وقدر يحدد الانرجي ليفلز حوالين النيوكليوس من خلال حاجه اسمها برنسبل كوانتم نمبر. وقدر يستخدم لكده تجربه شهيره جدا اسمها اتوميك سبيكتروم او الطيف الذري، هنعرفها في وقتها. ولكن الراجل ده كان عنده بعض الديس ادفانتجز. جت بعد كده نظريه اسمها مودرن اتوميك ثيوري، قدرت تعالج الاخطاء بتاعته وتعمل زي موديفيكيشن كده على الموديل بتاع الراجل بور، وطلعنا بنظريه اسمها مودرن اتوميك ثيوري او النظريه الذريه الحديثه. ودي ما كانتش بتاعت عالم لوحده، كانت لمجموعه من علماء العصر الحديث، فهم اللي فسروا الاتوم بالشكل اللي احنا نعرفه عليها دلوقتي. في المودرن اتوميك ثيوري هنتعلم مع بعض الفرق ما بين تو كونسبت مهمين جدا، وهو الالكترون كلاود والاوربيتال. في المودرن اتوميك ثيوري هنشوف مع بعض 4 كوانتم نمبرز هيوصفوا لنا الالكترون داخل الاتوم بمنتهى الدقه. هيعرفونا ان الالكترون ده بيتواجد حوالين النيوكليوس في الاتوم في definite allowed energy levels اللي هم الكي ال لحد مين؟ لحد الكيو. وهيعرفونا كمان ان كل انرجي ليفل من دول جواه سب ليفلز هتعرفهم في وقتها اسمهم اس بي دي اف. وكمان الفور كوانتم نمبرز دي فيهم كوانتم نمبر هيعرفنا السب ليفلز انها مكونه من حاجه اسمها اوربيتالز، وكمان في كوانتم نمبر من الاربعه هيعرفني ازاي الالكترون بيتواجد في الاوربيتالز دي بشكل دقيق. وبكده هنبقى عرفنا مع بعض الريليشن شيب بتوين النمبر اوف انرجي ليفلز والسب ليفلز اللي هتكون جواها، وكمان عرفنا علاقتهم بالاوربيتال وازاي الالكترون هيدور جوه الاوربيتال. واخيرا هتتعلم بقى معايا ازاي تعمل الكترونيك ديستريبيوشن لاي عدد من الالكترونز حوالين النيوكليوس في انرجي ليفلز ديفينيت، في سب ليفلز ديفينيت، في اوربيتالز كمان ديفينيت. فعندك 3 ويز او 3 رولز
هتتعلم فيهم ازاي تعمل ديستريبيوشن للالكترون. الرول الاولى بنسميها او في باو برنسبل، والثانيه بنسميها هانس رول، والاخيره بنسميها باولي اكسكلوجن برنسبل. وبكده يبقى كل ده اللي هنتكلم عنه في شابتر 2 ان شاء الله. ندخل بقى مع بعض على شابتر 3 واللي بيتكلم عن البريودك تيبل وازاي هنعمل كلاسيفيكيشن للاليمنتس اللي موجوده جواه. في الشابتر ده هنتعلم مع بعض ازاي نديسكرايب البريودك تيبل بشكل دقيق جدا. علشان تفهم البريدك تيبل لازم تعرف انه متقسم هوريزونتالي لبيريدز وفيرتيكال لجروبس، وكمان هتعرف انه محدد ب 7 هوريزونتال بيريدز، وهتعرف ليه 7، وكمان 18 فيرتيكال جروبس، وبرضه هتعرف ليه 18. مش كده وبس، هتقدر تشوف كمان ان البريدك تيبل الاليمنتس بتاعته arranged according to increasing in their atomic number. إذا اتحركت from left to right horizontally الatomic number بيزيد، إذا اتحركت from up to down يعني vertical across الجروبس هتلاقي برضو الاتوميك نمبر بيزيد. ومش كده وبس، وكل اتوم هوريزونتالي بتسبق اللي قبليها بواحد الكترون، وكل اتوم من اللي تحت بتسبق اللي فوقيها بانرجي ليفل كامل. وكمان هتقدر تحدد ارقام الجروبس من خلال الالكترونيك كونفيجريشن اللي كلمتك عنه في نهايه شابتر 2. بعد كده هكلمك عن الترندز او الجراديويشن لبعض البروبرتيز للاليمنتس جوه البريودك تيبل. زي ان اعرفك الاتوميك سايز بتاع الاتومز. ايه ده، هي الاتومز ليها سايز؟ طبعا. الاتوم في اول البريودك تيبل غير في اخره. في الاول هتلاقي الاتومز كبيره، تتحرك الاتوم تصغر، وهتفهم ده في وقته. هكلمك عن الايونايزيشن اوف انرجي، هكلمك عن كميه الانرجي اللي هتحتاجها الاتوم علشان تاخد منها الكترون، انك يبقى معاك اتوم تديها انرجي تطلع لك الكترون. هكلمك عن كونسبت عكسي وهو الالكترون افينيتي، ان يبقى معاك الاتوم تديها الالكترون هتخرج لك انرجي. وهكلمك عن حاجه شبه الالكترون افينيتي بسميها الكترونيجاتيفيتي، ان يبقى معاك 2 اتومز بوندد وذ ايتش اذرز عمالين يتخانقوا على البوند اللي بينهم، مين هياخدها ليه اكتر علشان هو اللي يبقى نيجاتيفلي تشارجد، لان البوند عباره عن الكترونز نيجاتيف، فبالتالي اللي هيشدها هيكون نيجاتيف والتاني هيكون بوزيتيف. البروبرتي اللي بعد كده وهي الميتاليتي والنون ميتاليتي، هتتعلم ازاي البريدك تيبل الاتومز جواه اتصنفت لميتالز والنون ميتالز، وكل نوع من دول ليه المنطقه بتاعته وايه علاقته كمان بالاتوميك راديوس. كمان هتعرف ان الميتالز والنون ميتالز ممكن نربطها بالاكسجين فنعمل منها اوكسايدز، فيطلع عندنا كونسبت جديد او بروبرتي جديده بنسميها اسيديك اوكسايدز وبيسك اوكسايدز، او الاسيديتي والباسيسيتي. كمان هتعرف حاجه اسمها اوكسيديشن نمبر. فاكر انت من زمان، او حتى لو مش فاكر، ان لو معايا اتوم واللي لسه قايلها من شويه، لو اديت لها انرجي هتطلع الكترون، الاتوم مش هتفضل اتوم، هتتحول لايون بوزيتيف تشارج. فدي الرقم اللي هتشيله، لو عملت لوز 1 هتبقى بوزيتيف 1، لو عملت لوز 2 هتبقى بوزيتيف 2، فالرقم اللي فوقيها هسميه اوكسيديشن نمبر. ولو عملت جين برضو هتبقى نيجاتيف 1 او 2 على حسب عملت جين لكام، وفي الحاله دي برضو هيبقى اسمه اوكسيديشن نمبر. مش كده وبس، هعلمك ازاي تحسب الاوكسيديشن نمبر للاتوم جوه كومباوند. واخيرا مش هينفع اكلمك عن الاكسيديشن نمبر وما اكلمكش عن عمليه مهمه جدا بسميها ريدوكس رياكشن، او بسميها اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، اللي هي عمليه الاكسده والاختزال. فهتفهم معايا بشكل جديد جدا وشكل مميز جدا الفرق ما بين الاكسيديشن والريدكشن، بدل ما كنت بتحفظها في اعدادي، لا انت هتفهمها معانا كويس جدا. مش كده وبس، كمان هتتعلم تكتب الهاف اوكسيديشن لوحده كرياكشن، وتكتب الهاف ريدكشن لوحده كرياكشن. مش كده وبس، وتقدر تجمعهم وتقدر تعمل لهم بالانسنج. وبس كده يا سيدي، ده كان نهايه المنهج بتاعك اللي هو عباره عن 3 شابترز. اتمنى ان في النهايه اكون وضحت لك المنهج بتاعك خلال الترم الاولاني عباره عن ايه. انا ما كنتش معاك علشان اشرح لك معلومه قد ما كنت معاك علشان افرد لك المنهج، وتبقى عارف النقاط اللي هتشوفها في كل شابتر، وتبقى خدت باك جراوند عن منهجك قبل ما تبتدي سماع للشرح. وبس كده، اشوفك بقى ان شاء الله في المحاضره الجايه. سلام.